سي نذير دوما، لو كان تعرفنا بروحك سي نذير وتعرفنا بالمشروع نتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نشكركم على الفرصة هذه. اسمي نذير دوما، مهندس في الإعلامية، صاحب مشروع تعليم، مؤخرا عملنا مشروع جديد يعمل برقمنا والنشر الرقمي. المؤسسة هذه تقوم بالنشر الرقمي لفائدة الناشرين ودور النشر، وكذلك للمكتبات العمومية وحتى للمنظمات الحكومية والغير ربحية ليز او ان جي ليز او سي. ميدان النشر الرقمي هذا ميدان عنده مستقبل كبير برشا على المستوى العالمي بصفة عامة وعلى المستوى الافريقي والعربي بصفة خاصة، لأنه يوفر عدة امتيازات لعدة أطراف. أول حاجة نحب نعرفكم بالنشر الرقمي بالنسبة للناس اللي ما عندهاش فكرة. النشر الرقمي هو الكلمة فيها شقين، كلمة نشر وكلمة رقم. بالنسبة للنشر هو الناس الكل اللي تعرف النشر، نشر الكتب، دور النشر. النشر ميدان فيه عدة أطراف من مؤلفين ودور نشر وموزعين وقارئين، القراء اللي هما يطالعوا الكتب، والطلبة والتلامذة. هنا ميدان أيضا ميدان التعليم والتعليم العالي. دونك هذه الأطراف هذوما الكل يهتموا بميدان النشر. ميدان النشر طريقة تقليدية هو أن المؤلف يألف كتاب معين، ثم يعطي حقوق التأليف أو حقوق الملكية الفكرية للناشر، والناشر يقوم بطباعة الكتاب، عديد من النسخ، مئات أو آلاف من النسخ، ثم يقوم بتوزيعه، وهنا تم التوزيع وتم عملية الشحن. وهذا الكل مكلف برشا، حيث أنه سعر الكتاب يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 أو 40 دولار. وهذا سعر معناها كبير برشا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي قاعد يعيش فيها العالم، أنه صار الناس الطلبة خاصة غير قادرين على اقتناء الكتب. جات تكنولوجيا المعلومات والتطور المذهل اللي شهدته في السنوات الأخيرة، أنه مكنت من صناعة بعض البرمجيات أن تجعل من الكتاب كتاب رقمي. وهنا نحب نوضح أن الكتاب الرقمي ليس كما يظن البعض أنه نأخذ الكتاب الورقي وننسخه بآلة السكانر ونضعه على الإنترنت بحيث أن يكون بشكل صورة، لا يمكن التفاعل معها، لا يمكن إضافة محتويات أخرى. لا، بالعكس، الكتاب الرقمي هو احنا مثلا في مؤسستنا ناخذ الكتاب ونعاود. سامحني سي نذير بالله، تفضل. معناها مش معناها خطر علاش مثلا نحل جوجل يعني ونكتب في الجوجل اسم كتاب والمؤلف نتاعو، يطلع لي في معناها في شكل بي دي اف ولا وورد، نجم نطالع الكتاب هذاك. معناها شنو هو الميزه نتاع المشروع نتاعك، الحاجه البلوس اللي جابها؟ بالضبط. وهذا اللي كنت باش نقول بالنسبه للاضافات اللي تقوم بها المؤسسه نتاعنا، انه الكتاب نعاودوا اول حاجه نقوم بعمليه الرقم، عمليه التثبيت من الاخطاء، ونضيف له بعض التصميمات الجديده، نضيف له البحث، امكانيه البحث، حيث انه القارئ او الطالب ينجم يبحث على كلمه او جمله معينه في هذا الكتاب. بالاضافه انه التقنيه اللي نخدموا بها انه تمكن القراء من مطالعه الكتاب على اي وسيله، من كمبيوتر شخصي او كمبيوتر محمول او هذا الجهاز الجديد اللي هو بي سي تابلت او الايباد او الاندرويد. هناك العديد من الاجهزه. وهنا باش نفسر لكم اكثر، ماذا بيا لو كان نقوموا ب بريزونطاسيون صغيره على عينه من الكتب اللي قاعدين نقوموا بها في المؤسسه نتاعنا، وهي باللغه العربيه. هذه المكتبه الافتراضيه، انه الانسان على الجهاز مثل هذا او حتى على الهاتف سمارت فون يمكن انه يحمل برنامج مجاني عباره عن مكتبه تضم الكتب الرقميه اللي يحب يقراها. دونك ثم كتب مجانيه وثم كتب بطبيعه الحال بثمن.
احنا التقنيه اللي نخدموا بها من احدث التقنيات في العالم. وهذا مثال لكتاب باش نعطيكم فكره على نوعيه الكتب اللي نقوموا بها. هذا كتاب باللغه العربيه. خذينا الكتاب هو بعنوان قضايا فقهيه معاصره للدكتور عبد الحق حميش، وهنا نحب نشكر الدكتور عبد الحق حميش وفر لنا حقوق التاليف لكي نقوم بهذه العينه. هنا كما تلاحظوا أضفينا بعض الألوان الزاهية على الكتاب لجذب القراء وخاصة الشباب، لأنه ما عادش هنا الكتاب لون أسود فقط، نجم نحطوا بعض الألوان. هنا القارئ ينجم إذا النص صغير ما ينجمش يشوفه بالباهي، دونك ينجم يكبر النص كما يحب، وهنا يساعد برشا ضعاف البصر كما قاعدين تلاحظوا. ينجم يبدل حتى نوعية النص، معناها حاجة بيرسوناليزابل. ينجم الإنسان مثلا يحب يقرأ في الليل مثلا، ينجم يحط مود نوي، مود نوي ولا النايت مود، ينجم يقرأ في الليل. هنا كيف ينجم يقوم بعملية البحث، وهذا ميزة مهمة برشا بالنسبة للطلبة وللباحثين خاصة. هنا يطلع لك آلة الكلافيي وتنجم تكتب شنو الكلمة اللي تحب تبحث عليها. مثلا لو فرضنا باش نكتب كلمة الناس مثلا، كلمة الناس اون طون ريال يخرج لنا كلمة الناس وين موجودة في الكتاب. وهنا تنجم تمشي انت ديريكتومون للباج اللي فيها الكلمة ويوريك الكلمة هذه. الكلمة هذه بطبيعة الحال وقت اللي انت تنزل على الكلمة هذه يطلع لك منيو يقول لك شنو تحب تعمل بها الكلمة هذه. تنجم تعمل كوبي كولي، تنجم تبحث على المعنى بتاعها في ديكسيونير، تنجم تلون الكلمة. وهنا باش نبداو ندخلوا في التفاعل مع الكتاب. أنه التلميذ أو الطالب أو القارئ ينجم ياخذ الكلمة هذه مثلا ويلونها بلون أصفر، سامحوني، ولا أو بأي لون آخر. ينجم الكلمة هذه يقوم سطر تحت أكثر من هيك. ينجم الكلمة هذه أو الجملة هذه ينجم يكتب ملاحظة من كومنتير، ملاحظة. الملاحظة بتاعنا هذه بصفة عامة مش تقعد موجودة هنا مخزونة، بحيث أنه الملاحظات بتاعنا والتلوين اللي عملناه والتصدير اللي عملناه يقعد مخزون في الكتاب، والكتاب هو بيده والكتب الأخرى يقعدوا مخزونين في المكتبة الافتراضية هذه، بحيث أنه الإنسان وقت اللي يسكر الآلة متاعه يفتحها مرة أخرى يجد كل الملاحظات، ينجم يزيد يبدل فيها أكثر من كذلك. ينجم الإنسان حتى إذا كان ضيع الآلة هذه لسبب أو لآخر أو عنده آلة أخرى، أنه يدخل على الحساب متاعه بحط كلمة السر ويحمل كل الكتب ويجد كل ملاحظات. وهنا نستعمل تقنية الكلاود كومبيوتينج اللي هي آخر ما صدر في ميدان تكنولوجيا المعلومات، بحيث أنه المعلومات ما تضيعش، المعلومات ديما موجودة في سيرفر ما في العالم. سمعني سي نذير، معناها نرى في فيديو، هما فيديو معناها مصاحب للكتيبة بالضبط. شنو هو الفيديو تاعو بالضبط. وهذا ميزة أخرى من ميزات الكتب الإلكترونية، أنه نجم نضيفوا المحتوى بالإضافة للنص والصورة، أنه نجم نحطوا الأوديو، نجم نحطوا الفيديو، نجم نحطوا حتى تمارين تفاعلية. هنا مثال الفيديو هذا اللي هو في وسط الكتاب، أنه لما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. نجم نكبروه الفيديو أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم. نجم نتفرج عليه بطريقة أخرى. وهنا ما يستحقش الانترنت، لانه الفيديو مخزون في وسط الكتاب. ما غير انترنت، ما غير انترنت. بيان سور هذا لكتور فيديو، دونك نجمو نقدمو نوخرو انسي دو سويت وقت اللي نكملو. وكذلك هي من المواضيع
نرجعوا للكتاب بتاعنا، نرجع لنفس الصفحة. وكان صغروا في البوليس باش يرجع الفيديو بسطو. فوالا الفيديو هذا كما قلنا اللي انتجري في وسط الكتاب، دونك نجم الكتاب هذا نهزوه نحطوه حتى في آلة أخرى نتفرج عليه، هو فيديو كل شيء. هنا نجموا نتصفحوا الكتاب بطريقة طبيعية كما قاعدين نشوفوا، كأنه كتاب معناها طبيعي. نجموا نتصفحوا الكتاب، نجموا نرجعوا. هنا بعض هنا مثلا جملة مسطرة، هنا معنا ملاحظة حطيناها هنا موجودة. نجموا نحطوا علامة الحفظ، حيث أنه الإنسان لما يقرأ وقت اللي يوصل مثلا لصفحة معينة وكمل هو القراية نجم يحط علامة غادي يرجع لها في أي وقت. يعني زاد مهمة برشا العلامة، تنجم تنحاها. هذه ملاحظة أخرى. عندنا كيف الإحالة. إذا عندنا إحالة في الكتاب هنا مثلا رقم 2 اللي نضغط على رقم 2 هزنا ديريكتومون للإحالة، اللي نعاود نضغط مرة أخرى على الإحالة ترجعنا للبلاصة. هذا الديناميزم اللي موجود في الكتاب الرقمي والتفاعل اللي موجود في الكتاب الرقمي بطبيعة الحال هذا نجم نقوم به بالعديد من اللغات، خاصة باللغة العربية. وهنا الحمد لله يا ربي احنا المؤسسة تاعنا كانت سباقة لا محليا فقط بل عالميا في صناعة الكتب الرقمية باللغة العربية. وهنا نحب نقول لكم انه مؤخرا اتصلت بي معناها كبرى شركات النشر في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تريد أن تقوم برقمنة بعض الكتب باللغة العربية، خاصة الكتب اللي فيها بعض الشكل، بعض الجمل المشكولة، وتعرضوا لصعوبات تقنية، واتصلوا بنا باش نساعدهم في الميدان هذا. هنا عندنا مواقع إلكترونية، مثلا نجم نحطوا ديليان vers دي سيت ويب، اللي الواحد يضغط على اللينك يهزوا للموقع، بعد ينجم يرجع لنفس الصفحة في الكتاب. هنا عندنا الفهرس، أكثر من هيك نجم حتى الفهرس نعملوه بطريقة تفاعلية بحيث أنك تنجم ترجع للشابتر اللي حاجتك به في أي وقت. أنا سي نذير ما تقول أنت معناها المؤلفين نتاع الكتب يوليوا يتعاملوا مع النشر الرقمي مباشرة، مع دور النشر الرقمية مباشرة، ما عادش يتعاملوا مع دور النشر نتاع كتب مستنشر الكتب، باش يوليوا يتعاملوا معكم مباشرة وتبدأ عندكم معناها الحصرية في نشر الكتب نتاعهم كما هيك. بالضبط. هو الميدان هذا تطور برشا في العالم، بحيث أنه صار حتى هناك معناها كادر جريديك، بحيث أنه مثلا في الدول المتقدمة أنه صار أنه المؤلف عنده الملكية الفكرية الورقية والملكية الفكرية الرقمية، حيث أنه ينجم المؤلف نفس العنوان يعطي الملكية الفكرية التقليدية لدار نشر تقوم بنشر الكتاب بصفة ورقية، ويعطي الملكية الفكرية الرقمية لدار نشر مختصة في أمور الرقميات هذه لكي تقوم بنشر الكتاب بصفة رقمية وتبيع الكتاب بطريقة رقمية. وهنا حاجة مهمة برشا، لأنه هذا مش يعمل ثورة في النشر بصفة عامة، حيث أنه مش يوفر فرص شغل كبيرة برشا للعاطلين على العمل، يشجع الناس مثلا اللي عاملة بحوث وعاملة دكتوراه وما كان لهمش الإمكان باش ينشروا الأطروحات بتاعهم، أنهم صار يدخلوا على الإنترنت ويتعاملوا مع دور نشر رقمية، أنه في ظرف وجيز يكون الأطروحة بتاعهم أو الكتاب بتاعهم متوفر في نقاط بيع افتراضية على شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم. شكون ينجم يستفاد منه؟ ولا التطبيق هذا شكون ينجم يستفاد منه؟ مثلا أنا ما نعرفش يعني كان ينجموا يستفادوا منه معناها معاهد ثانوية ولا جامعات ولا كذا، كيفاش نجموا؟ خاطر علاش سمعنا مثلا ثم خبر آخر مرة في تركيا فما ايباد يتوزع على التلام ذا كل، كيفاش نجموا نستغلوا النقطة دي ونحاولوا أن نطوروا خطرة؟ صحيح. بالنسبة للميدان التعليم هو ميدان مهم برشا، أنه النشر الرقمي عنده تداعيات على العديد من الميدان، منها ميدان التعليم من الروضة إلى الابتدائي إلى الثانوي إلى التعليم العالي. هنا علاش قلت تعليم الصغار، خاطر الصغار ثم إمكانيات رهيبة لإعداد قصص تفاعلية للصغار مع بعض الصوت، بعض الفيديو، بعض الانيميشن.
أنه تخلي الطفل الصغير يتغرم بالمطالعة. يعني احنا لاحظنا خاصة في الدول العربية، قمت بالعديد من الدراسات في الميدان هذا، لاحظنا أنه مثلا في الدول العربية ثم عزوف عن المطالعة لعدة أسباب. احنا نقول إن شاء الله النشر الرقمي هذا يرجع الناس للمطالعة وللأخذ بالمعارف بجميع اللغات. بالنسبة للتعليم بصفة عامة والتعليم العالي، هناك العديد من الامتيازات. أنه الطالب مثلا ما عادش يستحق باش يجي من قريته ولا من الولاية اللي يسكن فيها في وسط الجمهورية أو في الجنوب باش يذهب إلى الجامعة اللي يدرس فيها في الشمال أو في أي مكان آخر باش ياخذ الكتاب من المكتبة الجامعية بتاعه. بالطريقة هذه يولي هو من منزله ولا من ببلينات، حتى إذا كان ما عندوش إمكانية باش يكون عنده كمبيوتر أو لوحة هذه، حتى باستعمال الهاتف. وهنا الهواتف الذكية معناها ولات معناها ليس متوفرة للجميع، حيث أن الطالب توا كلهم مثلا مش طالب ما عندوش سمارت فون فيه اندرويد مثلا، حيث أن الطالب حتى باستعمال الهاتف ينجم يحمل الكتب هذه. والتقنية احنا نخدموا بها أنه حتى الطول والعرض نتاع الصفحة يتأقلم مع الطول والعرض نتاع شاشة الآلة. ستاندار بالضبط. بالنسبة للطلبة يوفر لهم سهولة في الحصول على الكتب والحصول على المعارف. بالنسبة للأساتذة يوفر لهم زادة سهولة في تحيين الدروس، في تحيين الكتب، في إضافة تمارين تفاعلية للكتب. وهنا إن شاء الله توا العينة هذه ما نجمش نوريكم تمرين تفاعلي، إن شاء الله قاعدين نخدموا في المستقبل باش نعملوا تمارين تفاعلية في الكتاب، حيث أنه ينجم الطالب في آخر الكتاب بعد ما يكمل يقرأ الكتاب يجي في الآخر نعملوا له تمرين مثلا في شكل أسئلة، سؤال 1 2 3، ويجيب على الأسئلة بالأصبع باللمس ويعطيه النتيجة. هنا معناها شكون نقول له تو فاليوشن، ينجم التلميذ ولا الطالب يراقب روحه يعرف شنو المستوى نتاعو، حيث انه الاساتذه هنا باش تحل لهم باب كبير برشا باش يوفروا الدروس والتمارين التفاعليه للطلبه وينجموا حتى يشوفوا النتائج معناها عن بعد. كيف ثم ميزه اقتصاديه كبيره برشا. الميدان هذا يوفر معناها مواطن شغل كبيره برشا لاصحاب الشهاده العليا وحتى للناس اللي ما عندهمش الشهاده العليا مثل الراقمين والمراجعين والمصممين. انه مثلا نعطيكم امثله، مثلا مش لازم هنا نحكيو على الدول المتقدمه، نحكيو حتى على الدول في طور النمو مثل الهند مثلا، مثل اندونيسيا، مثل البرازيل، اللي مثلا ناخذ مثال الهند مثلا اللي احنا مثلا عندنا تجربه حتى شخصيه في التعامل معها. انه تلقى في الهند شركات كبرى معامل يشغلوا في آلاف من حاملي الشهاده العليا وغير حاملي الشهاده العليا في الميدان هذا. ولات صناعه اندستري نيميريك، هذه ولات صناعه كامله، صناعه الرقميات هذه اللي هي موجوده وفي طور النمو والتطور. حيث انه نعطيكم بعض الارقام، انه في الولايات المتحده الامريكيه مثلا عام 2011 انه المبيعات الكتب الالكترونيه فاقت مبيعات الكتب الورقيه لاول مره في التاريخ. انه في امريكا وفي كندا وفي بريطانيا نسبه اكثر من 20% من المواطنين يطالعون بطريقه الكترونيه. وهنا نحب نقول ملاحظه انه المطالعه الالكترونيه والكتب الالكترونيه راهي ماهيش باش تقضي على الكتب الورقيه، بعكس انه ما يظن البعض انه هنا بعض خاصه في العالم العربي معناها حكيت حتى مع برشا وخيال انهم متخوفين من التكنولوجيا، وهذا شيء معناها خطير. لانه واليوم باش نتخوفوا من التكنولوجيا يلزمنا نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها، يلزمنا نتعلموا كيفاش اون لادابت انوتر كونتكست. وهنا باش نعطيكم حتى بعض الارقام انه معناها في الولايات المتحده الامريكيه انه الكتب الالكترونيه ساهمت في زياده عدد النسخ نتاع الكتب الورقيه. دونك اون شيفر دافير كانت اكثر، لكن اون كونتيتي ساهمت في زياده
النسخ من الكتب الورقية، لأنه المطالعة الإلكترونية عندها أوقاتها، عندها السيتياسيون تاعها. بالنسبة للإنسان مثلا يسافر برشا نجم يحمل معاه الآلة العجيبة هذه ويحط فيها آلاف الكتب، أي نعم آلاف الكتب، ويسافر وينجم يطالع. شو قاعد لازم معاه هو ساعات فيه قداش من كتاب. حتى التلامذة زاد في الكرتبلات الكبار هذوكم زاد معناها طيحوا كتاب في الصغار معناها. سفري في الدول كما مثلا البي سكنديناف ما عادش يقولوا لهم يشريوا كتب في بداية السنة الدراسية، معناها يقولوا لهم يشريوا هالتابلات هي تلقى فيها ديجا ليكور موجودين كل الكتب والتمارين نتاع السنة الدراسية الكل. بطبيعة الحال احنا مش نقولوا انه الكتاب الورقي يقعد عنده القيمة نتاعه وتقعد عنده النكهة نتاعه، بل بالعكس انه الكتاب الرقمي يساهم في زيادة المعارف، في زيادة المطالعة، حيث الإنسان اللي مستانس يطالع في كتاب في الشهر يولي يطالع 3، الإنسان اللي مستانس يطالع كان في الميدان بتاعه مثلا يولي حتى يطالع ميادين في ميادين أخرى تحلوا آفاق أخرى. هذا هو. واضح. شكرا سي مدير، بارك الله فيك.